البنت دي متجوزة طبعا في بيت جوزها، فكانت بتزور والدتها وبتجهز معاها الأكل. فجأة دخل جوزها وهو متعصب، قال لها أنا عاوزك في كلمتين بره. فالأم قلقت جدا وقالت لها بالراحة، ما تعمليش معاه أي مشكلة. قالت لها ما تقلقيش. خرجت بره، فالزوج متعصب جدا. هو أنت كل يوم هتيجي تزوري أمك؟ كل يوم تاخديلها معاكي أكل وأكيد بتديها فلوس في السر، انت كده هتخربي بيتنا. فردت قالت له أمي ست كبيرة وعايشة لوحدها ومريضة، وكانت عايشة معانا في البيت، وانت باسلوبك وبطريقتك خليتها مشيت ورجعت تعيش لوحدها في بيتها القديم. انا باجي ازورها 3 ايام في الاسبوع، وهي اللي بتديني فلوس الحاجة دي علشان اشتري لها طلباتها. واجب عليا ان انا لازم اسأل عليها واشوف طلباتها. فرد عليها وقال لها من الاخر كده، يا انا يا والدتك. قالت له انا ماليش الا ام واحدة، لكن الزوج ممكن يتعوض. لو انت مكانها هتختاري مين؟ تختاري امك ولا هتختاري زوجك؟ منتظرة ردك في التعليقات.